يا صباح الجمال عليكم جميعا، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كلام النهاردة معاكم عن الغني وفكره، وإن هو أكبر من مشكلته، أكبر من أي مشكلة بتواجهه في حياته. وده اللي بيخليه إن هو يبقى شخصية أكتر في إن هو يحقق فلوس أكتر في حياته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن هو الشخصية اللي بيبقى قدامه مشكلة بيبقى عارف إن هو المشكلة ديت هو أكبر منها. يعني ان هو بيعرف ياخد قرار، ويعرف ان هو يجازف بخطوات محسوبة قدام منه. عارف ان هو هيخطي الخطوات دي. هي فيها مجازفة، ولكن على قد ما هي فيها مجازفة هيقدر يحل المشكلة ويعدي المشكلة دي. فهو بفكره وبعقله اكبر بكتير من ان هو يقعد يشتكي ويقعد يبقى شايل هم الموضوع وشايل هم المشكلة. لا، هو بيبقى عارف ان هو قد المشكلة واكبر منها كمان. فان هو اكبر من المشكلة فبيلاقي حل واتنين وتلاتة. فمعظم الناس اللي ناجحة في حياتها، معظمهم ناجحين ان هم بيعتبروا ان المشكلة او اي مشكلة بتقابله في حياته هو اكبر منها وبيعرف يعديها. فده اللي بيفرقه ما بين واحد مفلس وواحد مش مفلس. واحد بيتقابله مشاكل وعقبات، وواحد تاني بيعرف يعديها ويكمل ويعدي ويكمل ويعدي، وهكذا. طول ما انت ما بتتعلم، طول ما انت ما بتتطور، طول ما انت ما بتاخد التجربة وبتحسب امورك وماشي خطوات كده، فانت لما بتقابلك المشكلة وبتقابلك العقبة انت خلاص، انت اوريدي اتعودت انك بتحل المشكلة وبتكمل. وتعودت انك انت بتركز على الهدف بتاعك مهما يحصل في حياتك، بتركز على الهدف وبتبقى مخطط ازاي انك انت تعدي المرحلة دي والمرحلة اللي بعدها وهكذا. فده اللي بيخليك انك انت عقليتك تبقى عقلية واحد ناجح، وفي نفس الوقت بتعرف تعدي العقبة والتانية والتالتة. فبالتالي لما بتحل مشكلة بتقدر انك انت بتكبر بالفكر بتاعك، فبتقدر انك انت تعمل مجهود مجهود عقلي يخليك انك انت تعين شخص واثنين وتلاتة يعملوا الشيء اللي انت ممكن تضيع في وقتك، لا هم يعملوه عنك. فبالتالي انت حليت مشكلة ووظفت حد عندك، فبالتالي رزقك زاد اكتر وهو رزقه زاد معاك. فاصبح انك انت حليت مشكلة وخليت في كذا حد بقى موجود، بيبقى ايه، بابهم مفتوح، باب رزق لهم مفتوح. لانك انت فكرت بتفكير عقل واحد كبير. خليك انت معاك دلوقتي 1,000,000 جنيه، هتشغلهم ازاي؟ هتكبر ال1,000,000 جنيه ازاي؟ بفكرك. طب لو انت معاك 10,000,000 جنيه، هتشغل ال10,000,000 جنيه ازاي؟ بالفكر بتاعك. فده بيحدد ما بين واحد بيعرف يكبر الفلوس وبيعدي المشاكل والعقبات، وما بين واحد بيبقى محتفظ بالفلوس وما بيعرفش يخطي خطوة لقدام وخايف أو بيدي فلوسه لحد يشغلها له. فده بيختلف ما بين واحد فكره كبير وواحد فكره قليل. فخليك أكبر من مشكلتك أيا كانت المشكلة بتاعتك. وده كان كلامنا النهاردة.